في حاجة حابة اخد رأيكم فيها، وبجد محدش هيحللي المشكلة دي غيركم انتوا، لان المشكلة دي بجد مأثرة جدا على نفسيتي ومأثرة على حياتي. دلوقتي انا متقدم لي واحد ابن حلال، بصراحة هو شخصية محترمة جدا والكل بيشكر فيه، الناس كلها بتشكر فيه. انا لسه ما شفتوش، لكن بصراحة واكون صريحة معاكم، هو كلمني في التليفون مرتين وارتحت له بصراحة، لقيته شخصية كويسة واسلوبه كويس وفي نفس الوقت امكانياته كويسة. المشكلة دلوقتي ان هو خلاص ناوي ان هو يجي ويتكلم مع بابا في موضوع الارتباط بيني وبينه. هو برضو كمان شاف صورتي والحمد لله انا عجبته، وخلاص المفروض ان هو جاي. المشكلة بقى دلوقتي ان انا مريضة بمرض نفسي. المرض ده طبعا بيأثر عليا اوقات كتير في حياتي، ببقى باخد علاج اكتئاب ونفسيا مش متظبطة خالص نهائي. وللأسف بسبب التعب اللي عندي ده من وقت للتاني شعري بيقع، وانا بتعالج لموضوع شعري ده. بس انا هعمل ايه؟ اكيد انتوا فاهمين ان علاج النفسي بياخد وقت، واكيد برضو انتوا عارفين ان هو بياخد وقت طويل، وانا مش عارفة اعمل ايه. دلوقتي انا عمالة افكر هل ان انا ما اقولوش على حاجة زي كده ولا اعمل ايه. بصراحة انا مبسوطة جدا ان هو جاي وهيتقدم لي، حاسة ان انا قلبي فرحان وسعيد، لكن في نفس الوقت انا حاسة ان انا كده بخدعه، حاسة ان انا ببني حياتي على خداع، ان انا لو خبيت عليه حاجة زي كده. وطبعا لان موضوع تعبي ده واجع قلبي جدا وواجع نفسيتي جدا جدا، بس برضو انا زي بقيت كل البنات نفسي افرح ونفسي اتحب ونفسي اتخطب ونفسي اعيش ايام سعيدة في حياتي انا ما عشتهاش. اتخطب للشخص اللي حبيته واللي حبني واديله كل الحب اللي في قلبي اديهوله، بس في نفس الوقت انا حاسة ان انا بخدع البني ادم ده. علشان كده انا قررت ان انا اكلمه في التليفون واقوله على موضوع التعب بتاعي. انتوا ايه رأيكم؟ اقوله قبل ما يجي يتقدم لي ولا اعمل ايه؟ انا بقول علشان خاطر يفهم الدنيا فيها ايه، وفي نفس الوقت انا ما كنش خدعت البني ادم ده واكون صريحة معاه، وبعد كده اكلمه قبل ما يجي ويتكلم مع بابا. ولا رأيكم استنى لما يجي ويكلم بابا وبعد كده ابقى اكلمه وافهمه؟ يا ريت بجد تقولولي بجد حل المشكلة اللي انا فيها دي، لان انا ما بنامش، انا نفسيتي تعبانة جدا، ومش علشان خاطر انا ارتحت له ان انا ابني حياتي على كدبة من اولها كده ان انا اكدب عليه. ادعولي فرحة قلبي تكمل على خير.